ازاي افك التعلق وانا جوه العلاقه، او ازاي اتحرك من النمط الغير امن للنمط الامن وانا جوه العلاقه. ويمكن السؤال ده من اكتر الاسئله اللي بتجيلنا، وفعلا مش شرط علشان تفك تعلقك بشخص هو انك تسيبه او انك تبعد عنه. لا، ممكن نفك التعلق واحنا داخل العلاقه. عشان افك تعلقي وانا جوه العلاقه محتاج الاول اعمل حاجه مهمه جدا، وهي ادراك المعاني. اني ادرك يعني ايه حب. يعني ايه حب بالنسبة لك؟ عمرك سألت نفسك السؤال ده؟ طيب، يعني ايه علاقة سوية بالنسبة لك؟ عمرك برضو سألت نفسك السؤال ده؟ طيب، يعني ايه تعلق؟ طيب، يعني ايه شريك مناسب؟ ايه التعامل او ايه شكل العلاقة اللي لو حصل او اتحقق داخل العلاقة هكون مرتاح وبتعامل بأريحية؟ ايه شكل التعامل بتاعي اللي انا لو طبقته داخل هذه العلاقة هكون مرتاح؟ كل دي اسئلة مهمة جدا محتاج اسألها لنفسي. تاني خطوة بعد ما اجاوب على الاسئلة دي هي الوعي. والوعي اولا بيكون بنمط تعلقك، وانا نمط تعلقي ايه، قلق ولا تجنبي. دي اول حاجة. تاني حاجة الوعي بطريقة او بسلوكياتي داخل هذه العلاقة. امتى بتعصب؟ ايه القرارات اللي باخدها وبندم عليها؟ ايه الحاجات اللي بتحصل في العلاقة بتحفز مشاعر الخوف عندي وبتحفز نظام التعلق عندي؟ الوعي مهم جدا جدا في المرحلة دي، عشان كل ما حاول انا بعمل ايه في العلاقة هبتدي اسأل نفسي اسئلة تانية تخليني ابص لقدام شوية وتخليني اتحسن. اسئلة زي ان انا افتكر المواقف اللي انا كنت بتعامل فيها بشكل بناء على نمط تعلقي او بناء على مساحة الخوف اللي انا بتحرك منها، وابتدي اسأل نفسي ايه الشكل المناسب بالنسبة لي والمريح بالنسبة لي اللي كنت ممكن اتعامل بيه في هذا الموقف، وابتدي من المرة الجاية احاول ان انا اطبق ده. فاول حاجة الوعي، اوعى انا بعمل ايه جوه العلاقة وبتحرك ازاي، وامتى نظام التعلق بيتحفز عندي، وامتى باخد قرارات، وايه المواقف اللي انا خدت فيها قرارات وندمت عليها بعد كده، إيه المواقف اللي انا اتحركت فيها من منطلق النمط التعلق بتاعي. كل دي حاجة مهمة جدا. فالوعي ان انا اعمل جورنالينج، ابتدي اكتب ايه المواقف اللي حصلت، وايه كانت مشاعري، وايه السلوك اللي انا عملته ساعتها، وكان ايه افضل سلوك ممكن اعمله. فالتول دي مهمة جدا، الطريقة دي او النموذج ده مهم قوي ان انا اطبقه في العلاقة عشان اعرف انا بعمل ايه. تاني حاجة التوقف، ان انا ابتدي اوقف اللي انا بعمله ده. تالت حاجة ان ادور على بدايل. ايه البدايل للحاجات اللي انا بعملها في العلاقة؟ وده بالنسبة للتعامل مع الشريك. رابع حاجة ان انا محتاج اصارح الشريك اللي معايا بمشاعري وبنمط تعلقي وباحتياجاتي منه. لان واحدة من الحاجات اللي بيعملها اصحاب نمط التعلق هي انهم مش بيعرفوا يطلبوا احتياجاتهم بشكل صح، ومش بيعرفوا يعبروا عن مشاعرهم، فبيعبروا عنها بطرق تانية زي الخناق وزي الزعيق وزي ان هو ياخد قرارات ويرجع يندم عليها بعد كده، وزي ان هو ممكن يتلوي او يبعد من غير ما يقول ماله. كل الحاجات دي اصحاب انماط التعلق الغير امن بتعملها. فعشان اتعامل مع نفسي بشكل افضل محتاج او اتعامل في العلاقه بشكل افضل، محتاج اصارح شريك حياتي بالنمط التعلق بتاعي، وان انا بحاول اتغير، وان مخاوفي كذا 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 كذا، وانه يستحملني، وانه وقت ما بعمل كده انا بعمل كده بناء على نمط تعلقي، فحاول ان انت ترجعني او توقفني عن هذا التصرف. المصارحه في المشاعر مهمه جدا. رابع حاجه، وحاجه برضو من الحاجات المهمه، هي ان انا اتعلم ازاي اطلب احتياجاتي، ازاي احدد احتياجاتي بالظبط، وازاي اطلبها من الشريك بشكل كلير وبشكل واضح. ودي واحدة من اهم الحاجات اللي ممكن تعملها في العلاقة بتاعتك عامة بقى، اذا كانت علاقة سوية ولا علاقة غير سوية، اذا كانت علاقة امنة ولا علاقة غير امنة، هي ان انا اتعلم ازاي اطلب احتياجاتي. اخر حاجة وبرضو واحدة من او بشوفها من اهم الحاجات، انك ما تخليش محور حياتك هو الشريك. يعني خلي عندك صحاب، خلي عندك أهل، خلي عندك دايرة مجتمعية بعيدة عن العلاقة بتاعتك تعرف تلجأ ليها.
ساعتها مفتاح سعادتك هيكون في ايدك مش في ايد شخص تاني. ساعتها هتخرج من ثوب الاعتمادية اللي انت حاطط نفسك فيه، فبالتالي مش عارف تتعامل بالشكل الصحي في حياتك عامة. فهو اصلا عشان تتحرك من نمط تعلق غير آمن لنمط تعلق اللي هو القلق لنمط التعلق الآمن، هي انك تخرج من ثوب الاعتمادية اللي انت حاطط نفسك فيه. فعشان اخرج من ده محتاج ان انا اشيل مسؤولية نفسي، واشيل مسؤولية سعادتي، واشيل مسؤولية حالتي النفسية، ما حملهاش للشريك. فعشان اعمل كده محتاج ان الشريك ده يكون جزء من حياتي مش حياتي كلها. فانا عندي جزء صحابي بعرف استمتع معاهم وبعرف اختارهم كويس، عندي جزء اهلي بيدعموني كويس وبعرف اتعامل معاهم، عندي شغلي، عندي نفسي، عندي علاقتي بنفسي. وفكرة انك تفهم نفسك وتقدر ذاتك وتعلي من السيلف استيم بتاعك، هي دي البيز او القاعدة الاساسية بتاعت مناعتك النفسية والوصول لنمط التعلق الآمن. فدول حاجات كده لو قررت ان انت تعملهم، شوف انت دلوقتي درجة تعلقك عاملة ازاي، وطبق الحاجات دي، وشوف بعد شهر او شهرين حياتك بقت عاملة ازاي. وحاسب نفسك كل اسبوع كده، ايه المشاعر اللي انا لسه عندي، ايه الحتة او السلوك اللي انا محتاج اغيره. حاول ان انت تطبق ده وتلاحظ تطورك في العلاقة. ولازم تعرف ان الموضوع مش بزرار، الموضوع مش بزرار. يعني هتاخد وقت وهتتعب شوية لغاية لما تعرف تتحرك ما بين النمط ده للنمط ده، بس محتاج تكون مدرك ايه اللي انت بتعمله. ده كان اهم، او دول اهم، او بشوف ان دول اهم حاجات او اهم طرق من وجهة نظري للتعامل مع اصحاب النمط اللي هم عايزين يفكوا نمط تعلقهم هم جوه العلاقة.